بقى الفراش ممكن يكون مستنيكي في المصيف، فخدي بالك اوعي تقعي في صدمة الصيف. ايوه يا ست الكل، خدي بالك بقى الفراش ممكن يكون عامل لك كمين. لو رحتي مصيف مصاب ببق الفراش ممكن تنقلي بق الفراش بسهوله. بق الفراش ممكن يبقى موجود في المفروشات، في كنبه، في كرسي، في سرير، ممكن كمان يلزق في هدومك، في شنطه ايدك، في شنطه السفر. فلازم تاخدي بالك كويس علشان ما تقعيش في كمين الصيف بتاع البق. عشان كده مصطفى حماد بيقول لك حاجتك وانت راجعه من المصيف، شنطك وحاجتك كلها لازم تفحصيها كويس جدا جدا قبل ما تدخل جوه شقتك. امسكي شنط السفر، بصي فيها كويس جدا، ويفضل كله على بعضه هيلا بيلا وعلى الغساله وميه سخنه اطول فتره ممكنه. ده هيبقى امان ليكي بشكل كبير جدا. ما تستغنيش بالبق. لو بقايه واحده دخلت جوه شقتك هيتمدد وهيتوغل وهتتفاجئي بكارثه هتكلفك فلوس كتيره جدا وجهد كبير جدا وازعاج اكبر واكبر. يا ترى وقعتي قبل كده في كمين المصيف بتاع البق ولا نفدتي منه؟ قولي لي في الكومنتات، ويا ريت تشيري الفيديو ده علشان اللي عايز يصيف السنه دي يصيف وهو مرتاح وما يرجعش بكارثه لبيته.